عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة يا جماعة في موضوع مهم جدا، وهو الاهتمام يا جماعة من أحلى وأجمل وأرق العلاقات الإنسانية الموجودة في الدنيا، خصوصا لو كان في الحب. تهتم بكل تفاصيل حياته، تهتم بإيه الحاجة اللي بيحبها وإيه الحاجة اللي ما بيحبهاش، تسأل عليه طول الوقت، تكون موجود جنبه، تحسّسه باهتمامك ليه، تحسّسه بالاحتواء. لو حَس إن هو محتاجك بيلاقيك على طول. مش معنى يا جماعة إن إحنا بنحب يبقى نهتم بطريقة غلط، ما نقعدش طول الوقت نسأل أسئلة ما لهاش لازمة، ما نقعدش طول الوقت ندخل في تفاصيل هو ممكن يكون أصلًا مش عايز يتكلّم فيها. ما تحاولش تحسّسه بالقلق، لأ، حاول دايمًا إن أنت تكون مطمّنه إن أنت فعلًا عايز تهتم بيه وتسأل عليه وتطمّن عليه، مش إن أنت بتراقبه وإن أنت شاكك فيه طول الوقت، لأ. خلّي الأسئلة تبقى أسئلة بسيطة كده. عامل إيه في حياتك، يومك مشي إزاي، طب أنت كويس، طب أنت محتاج حاجة. في تفاصيل كده في الحياة بنلاقيها، بس إحنا ممكن يكون ما نقدرش نتكلم فيها، إلا لو الطرف اللي قدامك هو اداك المساحة إن أنت تتكلم فيها. بس وفي حاجة تانية يا جماعة، لو حبينا نهتم بلاش نهتم بزيادة، عشان هيجي عليك وقت ممكن ما تبقاش مش قادر تهتم بنفس الكم اللي انت كنت بتهتم بيه قبل كده، فساعتها هيزعلوا منك، وساعتها هيبقى واجب عليك ان انت تسأل وتهتم. طب انت ما بقيش تهتم زي الاول، وهيبقى حق مكتسب ليهم ان انت ما اهتمتش، واهتمامك ده كان حاجة مهمة جدا في حياتهم، وما انت بطلت تهتم ده خلاص بقى حاجة يعني قلت في حياتهم، وهيبقى ضغط عليك انت. فنحاول نهتم بس بطريقة سهلة وبسيطة، وبلاش نعقد الدنيا، وبلاش نخش في تفاصيل ملهاش لازمة. نهتم الاهتمام بالقدر اللي انت بتحس بيه، يعني انت حاسس ان انت عايز تهتم بالشخص ده لحد فين. بس دي كانت نصيحتي لكم النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. سلام.